ما هو رد فعل جماهير الأهلي على أداء تريزيجيه الأخير؟ فتحت جماهير الأهلي صفحة جديدة مع تريزيجيه بعد اعتذاره وتقديمه مباراة كبيرة أمام سيراميكا كليوباترا وقيادته للفريق للعودة لطريق الانتصارات بهدف مميز. ما هي آخر أخبار إصابات لاعبي الأهلي؟ يطمن الأهلي جماهيره على بن شرقي ورمضان، ويؤكد أن الأول لا يعاني من إصابات مؤثرة ومجرد إجهاد، والثاني يعاني من كدمة بسيطة، وأحمد رمضان بكام يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية. سيخضع الثلاثي لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم. هل هناك لاعبون مهددون بالغياب عن القمة؟ نعم، انضم محمد هاني لتريزيجيه وأصبح مهددا بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك في حال حصوله على إنذار جديد في المباراة القادمة أمام حرس الحدود. ما هي التحفظات التي أبدتها الجماهير على أداء الفريق؟ رغم الفوز، لدى بعض الجماهير تحفظات على الأداء الفني للفريق في الشوط الثاني، والأخطاء الفنية لعماد النحاس باستبدال تريزيجيه، وكذلك الأخطاء الدفاعية الساذجة وسوء تعامل جرايديشار ومحمد شريف مع الفرص. ما هي أبرز اللقطات التي أشاد بها الجمهور؟ هناك إشادة جماهيرية بالروح التي أظهرها مروان عطية وياسر إبراهيم وتريزيجيه في مواجهة سيراميكا. قناة الأهلي أكدت أن لقطة ياسر إبراهيم في آخر الدقائق من أهم لقطات المباراة. من هو أفضل لاعب في المباراة حسب الإحصائيات؟ موقع سوفا سكور يتفق مع رابطة الأندية ويمنح تريزيجيه أفضل تقييم في المباراة، ويمنح بن شرقي الوهاني ثاني أفضل تقييم. ما هي الانتقادات الموجهة للحكم محمود أبو الوفا؟ وجه أسامة حسني وقناة النادي الأهلي انتقادات كبيرة للحكم محمود أبو الوفا وحكم الفار طارق مجدي بسبب التغاضي عن ركلة جزاء لطاهر محمد طاهر وعدم احتساب هدف صحيح لتريزيجيه، ويؤكدون أن مباريات الأهلي ليست حقل تجارب لحكام عديم الخبرة. ما هو رأي ناصر عباس في التحكيم؟ انتقد ناصر عباس أداء الحكم وأكد أن الأهلي كان له ركلة جزاء، وسيراميكا كليوباترا أيضا له ركلة جزاء واضحة، ويطالب بضرورة إدخال تقنية خط المرمى في الدوري المصري لضمان العدالة. ما هي آخر أخبار لقاء الخطيب وسيد عبد الحفيظ؟ يرفض سيد عبد الحفيظ الكشف عن أي شيء حدث في جلسته مع الكابتن محمود الخطيب، ويؤكد أن كل شيء سيكون في أوانه، وربما يكون هناك قرار معلن نهاية الأسبوع. ما هو رأي سيد عبد الحفيظ في أداء الفريق؟ يرى أن الفريق قدم مباراة جيدة واستحق انتصار، وأن تريزيجيه وبن شرقي قدم مباراة رائعة، وهو يثق أن الحالة التي كان عليها الفريق ستنتهي. ما هو رأي تريزيجيه في الفوز الأخير؟ أكد تريزيجيه للموقع الرسمي للأهلي أن الانتصار على سيراميكا هو بداية مرحلة جديدة للفريق، وأن الفريق بأكمله يستحق جائزة الأفضل، وأن الجماهير هي رقم 1 في الفوز.